هنيئا الفريق اتحاد العاصمة الجزائري الفوز ديالهم بكأس السوبر الافريقي على حساب الاهلي المصري بهدف لا شيء. وتحية خاصة للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة. تحية كبيرة للجماهير المغربية اللي كان كيدرب بن شيخة الفريق ديالهم وحاربوه وهاجموه واعتبروه مدرب فاشل. في هذا الفيديو غادي نعرفوا الحقيقة ديال الفشل ديال بن شيخة مع بعض الفرق المغربية، وغادي نعرفوا واش فعلا المدرب بن شيخة مدرب فاشل وشنو اللي خلاه يرجع الفريق الجزائري للمنصة ديال التتويج الافريقية. والسؤال اللي جد مهم، شنو استفاد الجنرال بن شيخة من التجربه ديالو في البطوله المغربيه؟ جاوب على هذه الاسئله في هذا الفيديو. ما عليك غير تحط داكشي اللي في يديك وتتابع معايا هذه القصه ديال المدرب الفاشل عبد الحق بن شيخة في البطوله المغربيه، ونبداو على بركه الله. بن شيخة درب بعض الفرق المغربيه، واهم الانجازات ديالو فاز بكاس العرش مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، وكمعلومه كان اول كاس في تاريخ النادي الجديدي. ومن موراها مشى للنهضه البركانيه وفاز معهم بكاس السوبر الافريقي، وهذه المره على حساب بطل افريقيا الوداد البيضاوي المغربي، اللي حتى واحد ما كان كيتوقع ان بن شيخة غادي يربح الوداد البيضاوي. بمعنى بن شيخة كيحب التحديات وكيحب المقابلات الكبار، بشرط انك تعطيه فريق متعطش للالقاب وتعطيه كامل الصلاحيات وتوفر ليه الظروف ديال العمل. وسطروا لي على الظروف ديال العمل، الظروف العمل بالضبط اللي خلاوه يفشل من بعد مع الفرق اللي كان كيدرب، حيت كيف هو معروف في كرة القدم وبالخصوص في الفرق اللي كتسير بواحد الامكانيات جد محترمه، منين الفريق ديالهم كيفوز بالالقاب كيصعب على هذاك الفريق يحتفظ بالركائز ديال الفريق، يعني باللاعبين اللي كانوا كيشكلوا القوه ديال هذاك الفريق، حيت العروض اللي كتجيهم من بعد ما كيقدرش الفريق ينافس هذوك العروض. وفي الاخير الفريق كيضطر انه يصرح اللاعب باش كيستافد اللاعب، وحتى الفريق حتى هو كيستافد من الناحيه الماديه. المشكل اللي كيوقع للمدرب انه ما كيلقاش البديل ديال ديك اللاعبين اللي كانوا عنده، والاداره في نفس الوقت ما كيقدروش يحققوا ليه المطالب ديالو ويجيبوا ليه لاعبين اللي تقريبا بنفس الامكانيات اللي عند اللاعبين اللي مشاو ليه، وبالتالي الفريق عادي جدا باش يضعف على القوه اللي كانت عنده، حيت خسر الركائز ديال الفريق. وهنا كيبقى يبان لنا للاسف غير المدرب في الواجهه، والجمهور كيكون ضحيه حيت ما كيعرفش الخبايا ديال الفريق وكيبدا يهاجم في المدرب وكيبغيو يجريو على المدرب. وهنا الاداره كيسهل عليها تفك الارتباط بالمدرب، حيت كيقولوا ليه ها انت كتشوف الجمهور ما بقاش باغيك. وهذا الشيء اللي وقع بالضبط لبن الشيخة في المغرب، وهذا الشيء اللي ممكن راه يوقع ليه حتى مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري اللي في غالب الاحيان غادي يمشيو ليه الركائز ديالو. وهذا الشيء عكس الفرق الكبرى اللي كتبقى دائما محافظه على نفس الركائز. ملي كنقولوا كمثال الاهلي المصري او الزمالك المصري، الامكانيات اللي عندهم كتخليهم يجيبوا احسن لاعبين اللي كاينين في السوق، وفي نفس الوقت صعيب باش انك تجيب لهم عروض اللي تخلي اللاعب يفكر يمشي شي فريق اخر، حيت كيلقى كل شيء جميع الظروف موفره ليه مع الفريق ديالو. وهذا الشيء اللي كيخليهم دائما كيلعبوا على الالقاب سنه مور سنه. ودابا اجي نشوف واحد المعلومه مهمه، كيفاش واخا يكون عندك احسن مدرب في العالم ويكونوا عندك احسن لاعبين في العالم وعندك نجوم العالم، كيفاش يقدروا يرجعوك للعابه ديالك افشل مدرب في العالم؟ بلا شك غادي تكونوا عرفتوا تقريبا علاش كنهضر. النقابه، وما ادراك ما النقابه. المشكل اللي عندنا حنا في البطوله المغربيه، او لا نقدر نقول في بزاف ديال البطولات في افريقيا، هو المشكل ديال النقابه. وبزاف ديال الفرق ملي كتجيب لهم واحد المدرب معقول وصارم واحترافي كيتعامل مع اللاعبين باحترافيه، كيدير واحد القانون الداخلي اللي خاص كل شيء يحترمه، اللاعبين ما كيقدروش على هذا الزيار وديك الاحترافيه ديال هذاك المدرب. والاداره ما كتعطيش الواجبات للاعبين، حتى اللعاب كيقول لك ما يمكنش لي انا نلتزم معك وانا ما مخلص، يعني انت ما كتعطينيش الخصه ديالي وكتطلب مني باش انني نكون ملتزم ونكون اكثر احترافيه وانت ما خدامش معايا بطريقه احترافيه. او الاغلبيه ديال بعض اللاعبين كتلقاهم ولفوا السيبه مع ديك المدرب اللي كانوا كيدربوهم من قبل، او مع الفرق اللي كانوا كيلعبوا معاهم، ومنين كيجي المدرب وكيزيرهم كينوضوا كيتفقوا عليه وكيديروا ليه النقابه للاسف. والنقابه اللي ما فاهماش انا غادي نشرحها لكم. اللاعبين كيبقاو يخسروا وكيتعادلوا متعمدين باش الجمهور كيغضب والاداره كتغضب، والمدرب اللي باغي النجاح وباغي يكتب سميتو في الفريق كيقولوا ليه ديغاج ما في يدكش، حيت الذنب الوحيد ديالو هو باغي يشوف الفريق في منصه التتويج وما كيعرفش شي حاجه سميتها الخواض، وكيعرف غير النتائج والخدمه. وهذا الشيء اللي وقع لبزاف ديال المدربين اللي ما كينجحوش في الفرقه ديالهم، واخا يكونوا عندهم لاعبين كبار، وبالمقابل كينجحوا مع فريق واحد اخر واخا عنده الامكانيات عاديه وعنده لاعبين عاديين،
حيت كيكونوا اللعابه متعطشين الالقاب وباغيين يدبروا على راسهم ويمشيو لفروق كبرى. واللي في الاخير كيضيع هو الجمهور اللي كيخسر رزقه ووقته باش يشجع هذيك الفرقه، وفي الاخير كينوض كيهاجم المدرب بلا ما يعرف الخبايا والكواليس ديال ديك الفريق. وللاسف هذه هي الحقيقه اللي خاصك تعرف، والدليل راه باين. راه شحال من فرقه كتكون غاديه مزيان كدير نتائج جد جد جيده، في واحد اللحظه كيهبط الفريق بواحد الطريقه ما مفهوماش، ومنين كيجريو على هذاك المدرب اللي كان كيدربهم وكيجيبوا مدرب اخر ولو تكون عنده اقل خبره وامكانياته جد جد محدوده، كيربح من اول ماتش ليه وتقول عنده العصا السحريه. كيبان لك اللي كلشي ناض كيتقاتل معاه، حتى كتولي تقول انت شوف المدرب كيفاش كيزرع الحماس في هذه الفرقه، وهو لا، راه النقابه اللي ما بقاتش دايره الخدمه ديالها واللعابه لعبوا معاه بنيتهم وبالامكانيات اللي عندهم. هذاك المستوى اللي كتشوف هو المستوى الحقيقي ديال الفريق. ونزيدكم واحد المعلومه مهمه، راه بعض اللاعبين راه ممكن يفضلوا انهم يخسروا جميع الالقاب اللي عندهم اللي كيتنافسوا عليها واللي كيتنافس على الفريق، وبالمقابل غير يمشي المدرب بحاله. هادشي بلا ما نهضروا على السماسره وكلاء اللاعبين اللي كيبغيو اللعابه ديالهم يلعبوا رسميين، ومنين ما كيدخلهمش المدرب في التشكيله ديالو كيقلبوا الفريق راسا على عقب وكيديروا النقابه. وهذه هي الحقيقه اللي ما كيعرفش شحال من واحد اللي كيشجع الفريق ديالو وكينتقد ويهاجم المدرب، كيف ما وقع مع بن الشيخه ومدربين قبل منه وكنشوفوهم كيحققوا انجازات مع فرق اخرى. بن الشيخه اليوم منين كنشوفوه كيدي زوج ديال الالقاب متابعين ماشي غير صدفه. وما نساوش باللي راه قصا بطل المغرب الجيش الملكي في كاس الاتحاد الافريقي، بمعنى كيقول لك انا عندي درايه كبيره بالطريقه ديال اللعب ديال الفرق المغربيه. ومنين كنقولوا فاز بكاس سوبر مع نهضه بركان ضد فريق الوداد البيضاوي، اكيد كانوا لاعبين في النهضه البركانيه اللي كان عندهم واحد الخبره ومولفين لاعب على الالقاب الافريقيه، وهما قادرين يوريو المدرب الطريقه الصحيحه كيفاش يلعب خارج الميدان وداخل الميدان في المنافسات الافريقيه. منين كنقولوا بن الشيخه درب بكر الهلالي ودرب الناجي ودرب لاعبين واحد اخرين، هادو اللعابه اللي كيعطيو الثقه للفريق وللمدرب، واي مدرب ممكن يستافد من التجربه ديالهم. وهذا الشيء اللي خلى بن الشيخه يربح السوبر الافريقي مع بركان وضد الوداد، واللي بدورها فازت بالعصبه ضد الاهلي المصري. بن الشيخه اعترف في الاعلام الجزائري على التطور اللي عرفته الكره المغربيه بصفه عامه. البطوله ديالنا اللي خاصكم تعرفوا الاخوان كتعتبر من بين اقوى البطولات في افريقيا، ولكن الطريقه اللي كتسير بها بعض الفروق خاص ضروري اعاده النظر فيها باش اننا نقدروا نستولوا على جميع الالقاب طولا وعرضا. نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساش تخلي لي اعجاب والراي ديالك في هذه الهضره. الراي ديالك تيبقى مهم بالنسبه لي باش انني نستمر في هذا المحتوى. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.